يدخل علي طالب من طلابنا في مدينة المنصورة وهو يبكي ويستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده في درس الخميس الأسبوعي لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة رجل صالح من هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس. ورأيت التأثر البالغ على ابننا هذا. قلت: أخي الحبيب، ما الأمر؟ قال: توفي والده. قلت: أسأل الله أن يرحمه. قال: يا شيخ، لكن الموتة كانت بشعة. قلت: أخبرني لعلي أذكر الناس. فقال لي: كان والده قويا جدا لدرجة أنه قال لا يذكر أن والده اشتكى مرضا أو ألما قط، رزقه الله صحة وعافية. قال: وفي هذا اليوم شعر بألم في بطنه بعد تناول الغداء، ورأى أنه بحاجة إلى التقيؤ، إلى أن يخرج ما في بطنه. قال: فدخل إلى دورة المياه، إلى الخلاء، ووقف على الحوض وظل يصرخ ويخرج ما في جوفه، ويصرخ صرخات نسمعها ويخرج ما في جوفه. قال: فلما طالت وقفته وهو لا زال يحتاج إلى هذا، برك على ركبتيه من شدة الألم ووضع فمه قريبا من المرحاض، أعزكم الله، ما عادش قادر يقف على الحوض، فبرك على ركبتيه أمام المرحاض وقرب فمه، كلما أراد أن يقيء قاء داخل المرحاض لأنه لا يستطيع القيام. قال: وإذ بنا نسمع صرخة شديدة، فدخلنا فوجدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة فقد الحركة، رفعناه وجدنا روحه قد فاضت إلى الله عز وجل. يا رب سلم. قلت: أعوذ بالله. خرجت روحه ووجهه في المرحاض. قال: في داخل المرحاض. قلت: أخبرني يا أخي، كيف كان حال الوالد؟ قال وهو يبكي: لم يصلي لله صلاة واحدة. يقول ابننا هذا بأن والده ما صلى لله قط. قلت: يا أخي، أعلم خطر ترك الصلاة، لكني أسألك بالله أن تسأل والدتك ما الذي كان يفعله والدك، اسأل أمك. قال: هذا فقط. قلت: لا، استحلفتك بالله أن تسأل والدتك وأن تخبرني. قال: أفعل. فذهب هذا الابن الكريم وسأل والدته ما الذي كان يفعله والده حتى يختم له بهذه الخاتمة المرعبة الفظيعة. فبكت أمه وقالت له: يا بني، إن والدك كان يتعامل بين الناس بالربا، كان يخرج 1500. قلت: هذه كان يأكل الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل، فليأكل من أين؟ من المرحاض، فلتكن هذه الخاتمة.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا أبدا، قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا.